الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا، وهذا سعر الطن الآن في مصر. يهتم الكثيرون بالبحث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم، إذا شهدت أسعار الحديد تراجع ملحوظ اليوم بعد ارتفاع كبير خلال الأيام القليلة الماضية، فيما استقر أسعار الأسمنت اليوم ضمن آخر أسعار مواد البناء. وسعر طن الحديد عز اليوم يبحث عنه الكثير من الراغبين في البناء، والذي تراجع اليوم ليسجل نحو 41,189 جنيه و 41,328 جنيه، بتراجع قدره نحو 150 جنيه عن أسعار الأمس، و197.5 جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي. وقد يصل أعلى سعر له إلى 45,000 جنيه في بعض المحافظات، وفقا لما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. وتراجع سعر خام الحديد إلى 62% على المستوى العالمي، ليصل إلى مستوى 103 دولارات فقط، بعدما تخطى 150 في وقت سابق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، أي أنه انخفض بنحو ما يزيد عن 30%، متأثرا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض. وأسعار طن الحديد والأسمنت اليوم يبحث عنها الكثير، خاصة المقبلين على البناء الجديد، والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى. وسجل سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم إلى 41,189 جنيه للطن وإلى 45,000 جنيه. وسجل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 40,110 جنيه كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار، فيما يصل إلى نحو 44,500 جنيه كأعلى سعر. وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت جاءت كالتالي: أسمنت المسلح بسعر 1960 جنيه للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام. أسمنت النصر بسعر 1930 جنيه للطن. أسمنت المعلم بسعر 1870 جنيه للطن. أسمنت وادي النيل بسعر 1860 جنيه للطن. أسمنت المخصوص بسعر 1920 جنيه للطن. أسمنت سيناء 1875 جنيه للطن. أسمنت حلوان يأتي بسعر 1980 جنيه للطن. أسمنت السويدي 1990 جنيه للطن مقارنة ب 1525 جنيه نهاية أكتوبر الماضي. وأسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيه للطن. على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.